في قول الله عز وجل وأن الله، خد بالك من الحتة دي، وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى، وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ده الموضع الخامس معانا في سورة التوبة آية 104. آخر موضع في التواب الرحيم في سورة التوبة أيضا آية 118. يجيب الموضع مع بعض. آية 118 في قول الله عز وجل إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الموضع ده الآية رقم 118 في سورة التوبة. إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هذه 6 مواضع جاء التشابه فيها في نهاية الآية في قول الله عز وجل التواب الرحيم. أول موضع في سورة البقرة آية 37 التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا. الثاني التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى. الثالث التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا. الرابع التواب الرحيم إن الذين كفروا. الخامس التواب الرحيم وقول اعملوا. السادس التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. دي 6 مواضع أيضا اللي جت فيه التواب الرحيم. معانا أيضا 7 مواضع جاءت لفظة الغفور قبل الرحيم في نهاية الآية فصارت الغفور الرحيم. 7 مواضع. أول موضع منهم في سورة يونس آية 107. يجيب الموضع مع بعض في سورة يونس آية 107 في آخر السورة. نعم قول الله عز وجل وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. ده أول موضع في الغفور الرحيم في سورة يونس الآية 107. الموضع اللي بعد كده في سورة يوسف آية رقم 98. في سورة يوسف آية رقم 98. نعم في قول الله عز وجل إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. الموضع في الآية رقم 98 في سورة يوسف قول الله عز وجل إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف. إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف. الموضع اللي بعد كده في سورة الحجر آية رقم 49. الموضع اللي بعد كده في سورة الحجر آية رقم 49. نجيب الموضع مع بعض وياريت كل الناس تكون فاتحة المصحف وبتدور معانا عشان خاطر ما نغلطش في كلمة. سورة الحجر آية رقم 49. نعم في قول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. اللي جه بعد منها وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يبقى لفظة الغفور الرحيم جاء بعدها وأن عذابي. الغفور الرحيم وأن عذابي. الغفور الرحيم وأن عذابي. ده الموضع الثالث من الغفور الرحيم. الموضع اللي بعد كده في سورة القصص آية رقم 16. نجيب الموضع مع بعض. سورة القصص آية رقم 16. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. سورة القصص آية رقم 16 في أول السورة. نعم في قول الله عز وجل إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي. إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي. دي سورة القصص آية رقم 16. الموضع اللي بعد كده في سورة الزمر الآية 53. في سورة الزمر نجيب الموضع مع بعض آية 53 في قول الله عز وجل إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الموضع ده في سورة الزمر آية 53 قول الله عز وجل إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. الغفور الرحيم جاء بعدها في هذا الموضع وأنيبوا إلى ربكم. الموضع اللي بعد كده في سورة الشورى الآية 5. يجيب الموضع مع بعض سورة الشورى الآية رقم 5. نعم قول الله عز وجل إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. هذا الموضع في سورة الشورى في أول صفحة من سورة الشورى آية رقم 5. الموضع اللي بعد كده في سورة الأحقاف آية رقم 8. الإخوة يجيبوا معايا كده سورة الأحقاف. سورة الأحقاف الآية رقم 8. نعم قول الله عز وجل كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل. وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل. دي 7 مواضع جاءت فيها لفظة الغفور قبل لفظة الرحيم في نهاية الآية فصارت الغفور الرحيم. أول موضع الغفور الرحيم قل يا أيها الناس. ثاني موضع الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف. ثالث موضع الغفور الرحيم وأن عذابي. رابع موضع الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي. خامس موضع الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. سادس موضع الغفور الرحيم والذين اتخذوا. سابع موضع الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل. معنا بعد كده 13 موضع جاءت فيها لفظة العزيز قبل لفظة الرحيم في نهاية الآية فصارت العزيز الرحيم في 13 موضع. أول موضع منها في سورة الشعراء وفي منها كتير في سورة الشعراء هنعرفه دلوقتي إن شاء الله. أول موضع في سورة الشعراء الآية 9. الناس تجيب معايا كده سورة الشعراء إن شاء الله الآية رقم 9. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. سورة الشعراء الآية رقم 9. نعم قول الله عز وجل وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الآية دي متكررة كتير في سورة الشعراء فلازم نركز فيها جدا عشان خاطر نعرف بعد كل موضع ربنا سبحانه وتعالى هيقول ايه. وإن ربك لهو العزيز الرحيم الآية رقم 9 في سورة الشعراء. بعدها وإذ نادى ربك موسى. بعدها وإذ نادى ربك موسى. وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى. الشعراء الآية 9 هذا الموضع. الموضع اللي بعد كده في سورة الشعراء أيضا الآية رقم 68. في سورة الشعراء الآية رقم 68 في قول الله عز وجل وإن ربك لهو العزيز الرحيم متكررة بنفس النص. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بعدها واتل عليهم نبأ إبراهيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم. الموضع الثالث أيضا في سورة الشعراء الآية رقم 104 في قول الله عز وجل
وإن ربك لهو العزيز الرحيم متكررة بنفس النص. بعدها كذبت قوم نوح المرسلين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين، الآية 104 في سورة الشعراء. الموضع اللي بعد كده أيضا في سورة الشعراء في الآية 122، حيث يقول الله عز وجل وإن ربك لهو العزيز الرحيم، جاء بعدها كذبت عاد المرسلين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم بعدها كذبت عاد المرسلين. هذا الموضع في الآية رقم 122 أيضا في سورة الشعراء. الموضع اللي بعد كده في الآية رقم 140 في سورة الشعراء في قول الله عز وجل وإن ربك لهو العزيز الرحيم، جاء بعدها كذبت ثمود المرسلين، الآية رقم 140 كذبت ثمود المرسلين، جاءت بعد قول الله عز وجل وإن ربك لهو العزيز الرحيم. الموضع اللي بعد كده في الآية رقم 159 في قول الله عز وجل في نفس السورة، سورة الشعراء، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، جاء بعدها كذبت قوم لوط المرسلين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين في سورة الشعراء أيضا الآية 159. الموضع اللي بعد كده أيضا في سورة الشعراء الآية رقم 175 في قول الله عز وجل وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الموضع في الآية رقم 175 في سورة الشعراء وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين. الموضع اللي بعد كده أيضا في سورة الشعراء في قول الله عز وجل في الآية 191، نجيب الموضع مع بعض. الآية 191 في قول الله عز وجل وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين في الآية 191 في سورة الشعراء. أيضا الموضع اللي بعد كده في سورة الشعراء في الآية رقم 217 في قول الله عز وجل وتوكل